ما تنسوش تعملوا لي اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. معاكم سلسلتي في تنظيف البيت. زي ما انتم شايفين كده، ده الصالون بتاعي. ودي دخلة الباب اهيت، وده كده الصالون. انا شايله الشلت بتاعته بحالها اهيت، حطيتها هنا بالمنظر ده وفكيتها وحطيتها في الغسالة عشان تتغسل اهيت بحالها. ودلوقتي هغسل معاكم الصالون. انا محضره جردل هنا فيه كلوروكس الوان وشويه كربوناتو وشويه مسحوق. انا مسكت الصالون بالمكنسه، شفطت كل حاجه فيه زي ما انتم شايفين كده. وهنا برضو اهوت، بس انا عملت ده كله عشان خاطر الفيديو ما يطولش عليكم. طبعا شلت الستاير، حطيتها في الغسالة عشان تتغسل، وكمان في ستارة هنا شلتها عشان تتغسل. زي ما انتم شايفين كده. هبدأ اغسل معاكم الكنبة. انا زي ما قلت لكم، ده جردل فيه كرولوكس الوان وشوية كربوناتو وشوية مسحوق اهو، بقلبهم كده مع بعض جامد. وهصفي الفرشة كده وهبدأ على الحتت بقى كده اهو. هبدأ اعمل كده زي ما انتم شايفين يا بنات. انا خلاص خلصت الصالون بالفرشة، دعكته. وكنت دايما بتك على الحتت اللي هي دايما اغلبيتها مش نظيفة، يعني زي الحتت اللي بنسند عليها بايدينا ديت. وانا خلصت خلاص الصالون كله بالطريقة دي، وحتى عملت الكراسي زي ما انتم شايفين كده. انا غسلتها. انا كنت قبل ما اغسل الصالون يا بنات الخشب ده، جبت فرشة ناعمة ونضفته الاول قبل ما اعمل الخطوه دي، عشان خاطر ما ارجعش انضفه بعد ما غسلته بالطريقه اللي انا وريتها لكم ويرجع تاني يتوسخ. كنت جبت الاول فرشه ناعمه كده، وبقيت امشي على الخشب بالطريقه دي عشان خاطر التراب ما ينزلش على الكرسي او الكنبه بعد ما اعمله. فانا دلوقتي محضره معاكم جردل زي ما انتم شايفين كده، حاطه فيه في زيوت كده بتتباع طريه، بيبقى ريحتها حلوه. فانا حاطه في الميه حبه منهم، ومسكت فوطه نظيفه حطيتها في قلب الجردل ده وعصرتها. وبعد كده هبدا امشي عليها بالطريقه دي كده اهو. همشي بقى كله على الصالون بالطريقه دي كده اهو. همشي كده كله بحيث ان انا اشيل منه الحاجات اللي انا حطيتها له، الكلوروكس والمسحوق كربوناته بالطريقه دي. هعمل بقى الصالون كله بالطريقه ديت وهرجع لكم ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده يا بنات، انا خلاص فضيت الصاله خالص اهيت بتاعه الصالون. انا كنت قبل ما اشتغل في الاوضه، كنت مسكت الستاره في يوم، مسكتها غسلتها. جبت بردك خلطة من اللي انا بعملها وفرشة ناعمة، وطلعت على السلم ومسكتها بردك نضفتها. شايفين هي نظيفة. انا كنت عملتها قبل كده بصراحة، ما لحقتش اصورها. بس انا مسكتها غسلاها وبفوطة بردك بنفس الطريقة اللي انا عملت بها الصالون كنت عملتها، بس عشان خاطر انا خفت تكون اتبلت مني والحق انفضها. فكنت عملتها قبل منها بفترة، هي والنجفة كمان. النجفة هي زي ما انتم شايفين انا مسكتها بردك، الكريستالات دي كلها مسكتها فخلعتها وبشوية خل ومية، وقمت غسلاها وقمت مركباها تاني. بصراحة خدت مني يجي حوالي 5 ساعات على ما عملتها، بس مش خسارة ان انا انضفها يعني. زي ما انتم شايفين. فانا دلوقتي هزعف بردك الستارة بردك لو كان جه عليها تراب ولا حاجة. هزعفها وهمسك الحيطة دلوقتي وانزل البراويز والحاجة دلوقتي هعملها. بس طبعا همسك الستارة ازعفها كده لو مثلا جه عليها تراب ولا حاجة، بس انا عاملاها قريب يعني. ازاي انا خلاص يا بنات، انا كنت قفلت طبعا عشان خاطر الاذان كان شغال. انا مسكت الستاره زعفتها ولميتها تاني اهوت. زي ما انتم شايفين اهوت، يا رب يكون واضح اهوت. ولميتها. دي بقى شخبطه من شخبطات بنتي، عندها هوايه كده بتشخبط على الحيط. فانا هغسل ده كله ان شاء الله معاكم. الشمس عمل كده تاني. فانا بصراحه ما بحطش عليه ميه خالص.
عشان خاطر قالوا الشمس كل ما هتحط عليه ميه كل ما هيقشر معاكي بسرعه، لان طبعا الشمس فيه وملوش شيش، فهو عامل كده. فانا بكتفي ان انا بعمله بالجاروف وبفوطه كده من بره، حتى مش مبلوله، فوطه ناشفه، واعمله خاصه زي ما انتم شايفين هو عامل ازاي. فانا دلوقتي هبدا بقى اغسل في الحيطه وهحضر الحاجات وارجع لكم. قبل يا بنات ما هغسل الحيطه انا همسك الاول الزعافه اهيت، وهمشي على الحيطه بحالها اهي، عشان خاطر انا كنت بنسى دايما في التصوير اعملها لكم، بس المره دي بقى اهو ما نسيتش اهو. اهو زي ما انتم شايفين كده بزعف الحيطه بحالها اهو. اهو همسك الحيطه كلها ازعفها بالطريقه دي، ده مكان برواز انا شلته، فانا بقى هزعف الحيطه كلها بالطريقه ديت، وهنرجع نغسل الحيطه. زي ما انتم شايفين يا بنات انا هبدا دلوقتي اغسل اي حاجه في الحيطه مش نظيفه. شايفين ولادي عاملين ايه في قلب الجبس او بالاقلمه بتاعتهم اهي. هبدا بقى امشي عليها كلها واغسلها. انا محضره هنا جردل فيه كروكس الوان وكربونات وشويه مسحوق، وبالفرشه اهوت وخلطهم، وهبدا بقى ايه امشي على الحتت المسخره زي دي كده. انا بقى همسك الحته بحالها اعملها بالطريقه ديت واغسلها وهرجع لكم. زي ما انتم شايفين يا بنات انا غسلته اهوت، شايفين نضيف اهو. انا دلوقتي يا بنات هغسل الحيطه معاكم. انا كنت غسلت حبه هغسل بالطريقه دي اهو. طبعا انا فاصله الكهرباء عشان خاطر لا قدر الله اتكهرب ولا حاجه اهو. اتني بقى ادعك بالطريقه دي، وطبعا ما ننساش الحته دي. انا طبعا بصور بايدي فمش متحكمه اهو بالطريقه دي. انا بقى هخلص بالطريقه دي كده كلها الحيطه وهرجع لكم. دي يا بنات رطوبه اساسا في الحيطه، مش حاجه، دي رطوبه ما هيش حاجه، بس بردك هحاول انضفها برضو. انا يا بنات خلاص خدعت الحيطه، جايبه مساحه وعليها فوطه بالطريقه دي وبلها بميه نظيفه وعليها معطر. هبدا بقى امسك الحيطه بالطريقه دي بقى كلها، وبعمل جنب جنب اهو. زي ما انتم شايفين انا بقى هخلص الحيطه بالطريقه دي كلها وهرجع لكم ان شاء الله. زي ما انتم شايفين يا بنات انا رجعت كل حاجه مكانها وغسلت طبعا الحيطان. زي ما انتم شايفين كل حاجه بقت نظيفه زي الفل اهيت. شايفين يا بنات الصالون انا على ما خلصت كان نشف اهو، يعني ما عادش فاضل غير حاجات بسيطه اهو. شايفينه ونضف ازاي اهو، على ما خلصت كان نضف اهو. زي ما انتم شايفين كان نشف كمان اقصد يعني اهو. التاني كمان اهو. يعني شوفي يعني انت حتى لو ما عندكش شباك مروحه، المروحه كمان هتخليه زي الفل يعني اهو. نشف في دقايق بقى نضيف كمان بقى شكله جميل. صحيح يا بنات الواحد بيتعب على ما بينظف البيت وبيخلص كل حاجه، بس ريحه النظافه بتخلي اي تعب يروح. فانا دلوقتي هسيب كمان الشباك كده مفتوح زي ما هو، وانا لسه عندي كمان بقيه الصاله، بس انا عاملاها لكم على جزئين لان بصراحه الفيديو لما بيطول مني ما بعرفش انزله. فانا بقيه الصاله عاملاها لكم على جزئين، فانا هسيب بقى الصاله كده لحد ما الحاجات بتاعتها تنشف، وان شاء الله هصورها لكم بكره ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده يا بنات انا خلاص خلصت الصالون، فرشت الحمد لله كل حاجه فيه. هنا هو باب الشقه انا كده فرشه دواسه كده هنا، وحاطه هنا كمان سجاده مدوره، وكده الصالون اهوت. انا دي سجاده الصالون. انا قبل ما بنضف البيت او قبل ما اعمل اي حاجه في البيت يا بنات انا بمسك السجاد كله اغسله كله مره واحده، وبشيله مثلا على السفره او اي ركن فاضي عندك، بحيث ان هو ما يوصلش ليه اي اتربه او اي حاجه وتاني
عشان خاطر اما تخلصي تلاقي ايه، مثلا انت مش مثلا كل يوم تغسلي سجادة والحاجات دي، لا، اغسليه كله مرة واحدة واركنيه، هيريحك جدا وانتي بتنضفي البيت. وزي ما انتوا شايفين كده انا خلاص اهوت كل حاجة اتلمعت اهيت، زي ما انتوا شايفين اهوت. وعلقت طبعا الستاير. الستارة دي يا بنات بتاعة الصالون. طبعا هو في شباك وراها، بس انا الستارة دي انا حاطه لها ملاية وراها، ملاية عندي كانت لونها غامق اهي، انا حطاها دي، حطاها مخيطة فيه، لان بصراحة الشباك ده ملوش شيش، فالساعة 6 الصبح ده تحس ان في ظهر هنا في البيت. مش هو حاجة جميلة جدا، بس بصراحة انا لما باجي احب اشيش الشقة او اضلمها مثلا عشان خاطر لو في دبان ولا حاجة تطلع برا، ما بتبقى دي دايما على طول من الساعة 6 الصبح لحد اذان المغرب نور طبيعي رباني الحمد لله يعني. بس انا بقى يعني ايه، ساعات الواحد بيحب يضلمها شويه، فقمت حاطه الستاره دي، الملايه بالطريقه دي، خيطت الملايه في قلب الستاره، ولما بحب مثلا انورها بقوم رايحه، طبعا احنا بالليل اهو، بقوم رايحه فاتحه كده، فاتحه الشباك بيبقى ما شاء الله فيه نور وكل حاجه، احب اعملها بقوم رايحه مرجعاها تاني زي ما كانت. وهنا يا بنات انا حاطه السويتش بتاع النت والتليفون. وطبعا كان عندي كمان ترابيزه زي دي، بس ولادي يعني كسروها. وهنا حاطه شويه ورد، ده الورد اللي فاضل من ولادي. يلا ربنا يهديهم. وزي ما انتم شايفين كده خلاص كله زي الفل اهو. انا طبعا الصاله عندي طويله يا بنات، بس انا عاملاها لكم على جزئين زي ما انتم شايفين اهو. دي الترابيزات طبعا ديت انا بحط دول، بس هشيلهم عشان خاطر ولادي مش هسيبهم. ان شاء الله يعني اهوت. ديت الكنبة التانية اهيت. اهوت زي ما انتم شايفين كده. ايه، وهنا برضو اهو زي ما انتم شايفين انا حاطه هنا الكمبيوتر، وفي اوضه كمان عندي هنا. ايه، وزي ما انتم شايفين كله بقى تمام وزي الفل اهوت. يلا الجدعان انتوا راخرين، رمضان قرب. ايه، وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب تعود علينا الايام بخير وصحه وسعاده. إيه، يا رب الفيديو يعجبكم، ومتنسوش تعملوا الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.